ازيكم؟ عمرك سمعت عن شخص فضل يضحك لحد ما مات من الضحك حرفياً؟ تعالى معايا الدقيقة دي أقولك إزاي. جملة مات من الضحك بنستخدمها كتير للدلالة على إن الشخص ده فقد السيطرة على نفسه من كتر طرافة اللي شافه أو اللي سمعه، مجازاً يعني. إلا إن التاريخ سجل كتير من حالات الموت من الضحك في العصور اليونانية القديمة لحد العصر الحديث، واللي فرقوا الحياة فعلياً بسبب الضحك، واللي كان من ضمنهم أليكس ميتشيل، واللي كان موظف بريطاني بسيط. في عام 1975 كان بيشاهد حلقة من السلسلة الكوميدية البريطانية ذا غودس، وفقد السيطرة على نفسه واستمر في الضحك بقوة وبطريقة متواصلة لمدة نص ساعة كاملة انتهت بوفاته. وكتبت زوجته رسالة لبرنامج بتشكرهم على جعل آخر لحظات من حياة أليكس بالشكل المبهج السعيد ده. وغيره كتير على مدار التاريخ مروا بنفس التجربة. أما الأغرب من ده إن في فترة حرب 30 عام كانوا بيستخدموا الضحك كنوع من أنواع التعذيب الوحشي للأسرى، بإنهم كانوا بيحطوا الملح على رجليهم ويطلقوا عليهم المعيز ويدخلوا في هستيريا ونوبة ضحك بتنتهي بالموت. بس خليني أقولك إن الموت من الضحك هي حالة نادرة إنها تحصل، عادة بيكون نتيجة سكتة قلبية أو اختناق نتيجة عدم انتظام النفس، وبس كده.